يعني وأما الساحة تفري أحسن، مش أحسن يعني، هو منظر سيء، منظر ليس له سابقة. يعني جهل غريب جدا. هو نفسه وقف قبليها في مؤتمر كده قال أنا مش هترشح غير لو الشعب رشحني والجيش مش رشحني. برضه كلام غريب جدا، يعني كلام صادر منه هو من الأول غلط. دي حاجة اسمها الجيش، يعني جهل غريب بالأمر شوية. الجيش يرشحني وبعدين يطلع الجيش يرشحه ويعملوا اجتماع يطلع في الصور انهم عشان يرشحوه. قلة خبرة غريبة جدا الحقيقة. مصيبة كمان إعلان مجلس عسكري، ده شيء يعني مش عارف يعني كده. كمان بنفسي طلعت نفسي من الدايرة دي لأنها هتبقى مهزلة شوية يعني. لا طبعا انسحابهم، هو مش كلهم على كل حال، لكن طبعا انسحابهم مرهون بترشيح السيسي. انا قلت لو نزل الانتخابات مش هنزل، مش مجرد ترشيحه، يعني هو ما يترشح هنحمل الورق بتاعه وهيبقى مرهون اذا هو هينزل، لاني اعلم ان هو هيوضبوا له كل السنه دي، هيوضبوا له الدنيا. يعني عمليه هتبقى هزليه، وهي من الاول خالص، من اول ما الجيش يعني ترشح ما كانش يعني. انا اعتقد ان يمكن الاجراء ضغط يعني يخلي يعني يلفت نظر العالم ان هو يعني الواحد ما بيترشحش مش محبة فيه، لان الميكانيزم مش هيمشي سليم. اللي هي لو معرضية هواجه ايه العبط اللي بيقولوا ده؟ ايه الناس السطحية دي؟ حاجة الدولة هتشتغل لحسابه، الدولة هتشتغل لحسابه. يبقى عايزين ايه المواجهه ان انا شطاره اخش واجيب 10% واطلع، شطاره اخش واجيب 8% واطلع. ايه الشطاره في كده بقى؟ اذا كنت انا عارف ايه اللي حصل، اذا كانت مواجهتي هتعمل نتيجه ماشي يا راجل، لكن العمليه ملعوب فيها كلها. يبقى ايه بقى؟ لا يعني طبعا رجول ايه الرجوله اللي فيها؟ هي دي فير فايت؟ هل هي يعني معركه شريفه؟ مصطفى بكري يقول كده، هنشيله بكرسيه ونحطه على الكرسي. اللي كده هيغلب واحنا ناخد نستفيد حاجه جنبه. كهان الجبالي مثال للتكسب، وهكذا مسخره. الايام اللي جايه فيها لسه كتير. لكن انا سمعت يا دكتور كمال ان جسم البني ادم زي جسم الحيوان تمام. يا سلام، انت ليك 4 رجلين؟ لا. ليك ديل؟ لا. يبقى تسكت.